لما تكون بتحب بلادك بإخلاص وتحب الخير لشعب بلادك بكل حب وكل إخلاص، وتتوقع أو تتنبأ أو تحلم بالخير اللي هو يجي، رب العالمين بينصرك وتلاقي الخير جالك. توقعت يوم 28 11 شهر 11 اللي فات 2023 اللي السنة دي هتبقى سنة حصاد للخير، وإن شاء الله هيبقى فيها فتح مشاريع. وقلت الدنيا هتبقى حلوة جدا 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 إن شاء الله في جمهورية مصر العربية. وكمان توقعت لكذا دولة تانية. النهاردة رئيسنا بيفتح مشروع 2.5 مليون فدان في طريق ضبعة، وكنت أول واحدة رحت صورت قبل ما نقطة مية تمشي في النهر الصناعي، ونزلت الفيديو وخدت بقى كومنتات سلبية وقلت وقعدتوا تقولوا لي ده فنكوش. النهارده رئيسنا ما شاء الله تبارك الله اول انتاج بيطلع من طريق الضبعة، الاراضي الزراعية هناك، القصب والقمح ومحاصيل تانية. وان شاء الله الصحراء كمان هتتعمر وهتتعمر وتعمر. عايزة اقول لكم حبوا بلدكم باخلاص، حبوا الخير لبلدكم هتلاقوا الخير جه. توقعوا دايما الخير للناس، خلي عندكم امل في رب العالمين. رب العالمين لما تبقى بتضيق، يعني لما بتخلي الامل بينك وبين رب العالمين، رب العالمين عمره ما بيخذلك، عمره ما بيخذلك. النهارده رئيسنا عبد الفتاح السيسي بيفتح اكبر مشروع زراعي حصل في مصر ان شاء الله باذن الله، والخير جاي واكتر واكتر واكتر. لما نشوف الصحراء بتاعتنا كلها زرع وخير، واكبر محصول قمح النهارده بيطلع، واكبر محصول قصب بيطلع من جمهورية مصر العربية، نقول تحيا مصر وتحيا رئيسنا عبد الفتاح السيسي. وانتظروا بقية الفيديو كامل نازل على اليوتيوب. 100 مليون معاك يا ريس. تحيا مصر وتحيا بلدنا وشعب بلدنا والجيش بلدنا وشرطة بلدنا ومؤسسات بلدنا. وحبوا بلدكم هتلاقوا الخير جاي. تحيا مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى شعب في الدنيا. النهاردة يوم بجد مش عادي. كل يوم رئيسنا عبد الفتاح السيسي بيفتح لنا مشاريع، بيفتح لنا مصانع. النهاردة الرقعة الزراعية كمان في طريق الضبع. كنت أول واحدة مصورة في طريق الضبع لما كانت صحراء خالص، كانت لسه بتتعمر. وقلت ما شاء الله تبارك الله الخير قادم، وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي أحسن. النهاردة أول إنتاج يطلع من طريق الضبعة، وكمان النهر الصناعي 2.5 مليون فدان. 2.5 مليون فدان قمح وقصب وطماطم وخيرات رب العالمين. النهاردة أول يوم الحصاد يطلع، وما شاء الله تبارك الله على الإنتاج. انتاجنا الايدي الزراعيه وتفكير الريس ازاي يخلي الصحراء تبقى زرع، ازاي نزرع المكان دوت ونعمل فيه كمان نهر صناعي بالمسافه دي كلها، طريق الحمامات، طريق ضبعه. وكنت مصوره، وطبعا كان بالنسبه لي حاجه كبيره جدا ان انا ابقى ماشيه في نص الصحراء واشوف النهر الصناعي دوت. وكمان النهارده نشوف كميه الزراعه اللي طالعه منه، كميه الانتاج اللي طالع من الصحراء والزراعه. وما شاء الله تبارك الله دايما مصر في احسن وفي احسن. وتعالوا نسمع ونشوف الانتاج بتاعنا طلع ايه النهارده. طبعا ده القمح، وفي قصب، وفي طماطم، وما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله اللي جاي كمان احسن واحسن. دايما مصر في عمار، دايما مصر في عمار وفي انتاج. وطبعا امبارح كان رئيس الوزراء بيفتح مصانع، وما شاء الله تبارك الله. وكمان الاجهزه الكهربائيه كمان سعرها نزل. يعني احنا في مصر ما شاء الله تبارك الله عايشين في خير، خير ما شاء الله، والخير لسه قادم. دايما كنت بطلع وبقول الخير قادم باذن الرحمن. كلنا نتماسك، كلنا نحافظ على بلدنا. كلنا لما نتماسك ونحافظ على بلدنا ونصبر هنلاقي الخير ربنا بعتهولنا، عشان احنا شعب يستحق الخير دوت. احنا شعب صبور، احنا شعب بجد بجد يتشال فوق الدماغ.
اجمل شعب في الدنيا، اجمل شعب في الدنيا واطيب شعب في الدنيا. البلد اللي تستحمل كمية الضيوف ديت وتستحمل كمية المشاكل ديت وتفضل صلبة وواقفة على ثابتة، تبقى بجد تستاهل مليون ألف شكر ليها، ومليون ألف شكر لشعبها، ومليون ألف شكر لرئيسها، ومليون ألف شكر لمؤسساتها. حقيقي بلدنا أجمل بلد في العالم. أنا مش بقول كده هو علشان انا شايفه كده. انا بنزل وبلف وبروح بشوف مصر ازاي اتغيرت، بقت حاجه تانية، بقت فعلا مصر الجديده، بقت مصر فعلا اللي كلنا كنا بنحلم فيها. بلدنا ان شاء الله ان شاء الله دايما في تقدم. والنهارده رئيسنا بيتفتح اكبر مشروع زراعي بيتم في طريق، اكبر مشروع زراعي تم على ايد رئيسنا عبد الفتاح السيسي، وبفضل رب العالمين 2.5 مليون فدان النهارده الحصاد بتاعهم. وقلت في فيديو في شهر 11 اللي فات، قلت ان شاء الله سنة حصاد وسنة خير، والخير قادم بإذن الرحمن. ولسه بقول ان شاء الله بإذن الرحمن الخير لسه قادم، ولسه في خير يا مصريين. ان شاء الله مصر دايما عزيزة، ومصر دايما بخير، ورئيسنا دايما بخير. وتحيا مصر، وتحيا رئيسنا عبد الفتاح السيسي. تحيا.